السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير من اسكندرية من آخر أيام سنة 2024. اسكندرية شهدت السنة دي مشاريع كتيرة جدا. بدأنا أول السنة 5/1 بمشروع آه، مترو اسكندرية. من أول السنة كده تم إيقاف خط أبو قير من محطة مصر لحد سيدي جابر يوم 5/1. وبعد كده 1/2 القطر وقف من أبو قير لحد المنتزه. و1/3 القطر وقف من المنتزه لحد سيدي جابر. وبعد كده تم بقى هدم المحطات وإزالة القضبان واحدة واحدة. عملوا الخوازيق وحطوا العمدان المترو. دلوقتي شغالين في إنشاء المحطات المترو. المترو يا جماعة 21 كيلو متر من أبو قير لحد محطة مصر. 20 محطة. اتضافت 5 محطات جديدة بالترتيب كده: باب شرقي، سبورتنج، كفر عبده، محمد نجيب، ميامي. إن شاء الله المترو موعده 30 شهر إن شاء الله. إن شاء الله على شهر 6 2026 نبدأ نركب المترو. وفي كلام إن هو برضو هيتقدم 4 شهور. إن شاء الله على 3/26 هنبدأ نركب المترو إن شاء الله. تم إزالة المحلات من أول محطة مصر لحد أبو قير. كل المحلات اللي على الجنبين 90% منها اتشال، أبو قير والعصافرة وسيدي بشر. فاضل حبة بتوع فاكتوريا لسه بس بعدهم ما جاش. برضه كوبري المنظرة هيتشال ويتعمل محور جديد للمواصلات إن شاء الله. تم برضه عمل خطوط أتوبيسات بديلة من أبو قير لحد محطة مصر وسيدي جابر ومحرم بيه وبحري. كل علشان نخفف الضغط على المواصلات بعد إيقاف قطار أبو قير. ده كان أول مشروع في السنة. بعدها بشوية سمعنا إن شاء الله إن هيبدأ برضو مشروع ترام اسكندرية، بس لسه إن شاء الله ده هيبدأوا فيه في شهر 7 أو 6 2025. شفنا مع بعض برضو توسيع كورس اسكندرية من المنظرة لحد السرايا أو لحد فندق المحروسة. اتشالت واحدة واحدة كده. الشواطئ اتقفلت وتوسع الكورنيش وتوسع الشواطئ وحطوا البردولات بتاعت الطريق. هو كان طوله حوالي 4 كيلو متر من المنتزه لحد المحروسة، بقى 5 حارات رايح جاي. إن شاء الله على شهر 7 الجاي هنكون انتهينا إن شاء الله من مشروع توسيع كورنيش إن شاء الله. حاليا برضو شغالين في هدم سور كورنيش من أول كمبيجار لحد السلسلة. وبرضو هيبدأ تقريبا من الإبراهيمية تقريبا كده، هيتاخد كله من أول السلسلة نهاية السور اسكندرية القديم اللي هو البلاطات ده الكبيرة أو الأحجار لحد كليوباترا أو سيدي جابر. ويبدأ يتعمل سور جديد شبه اللي هو السور اللي في المنظرة والبروفيج إن شاء الله. شفنا برضو يا جماعة برضو المرحلة الأولى من مشروع تطوير شارع النبي دانيال. المرحلة الأولى كانت 300 متر من أول شارع فؤاد لحد لحد محطة مصر. كل المحلات بقى شبه بعضها. الأرضية بقت اللي هي بازلت الجديد الشارع اتقفل بالنسبة للسيارات، بقى ممشى بس. اتعمل في أول كده النبي دانيال من ناحية محطة مصر اتعمل مجسم لمسجد النبي دانيال ومسجد سيدي عبد الرازق ومعبد الياهو وكنيسة المرقسية. الشارع ده بيسموه بوابة العالم القديم أو مجمع الأيام السماوية. وبرضو بدأوا في المرحلة الثانية من الشارع فؤاد السلطان حسين
والمرحلة الثالثة من سلطان حسين لحد شيخ سعد زغلول. انتوا بقى امتى؟ ممكن على نص السنة ان شاء الله برضو، ان شاء الله. شفنا برضو بداية سوق اليوم الواحد في اسكندرية، اتعمل حاجة كده جديدة. مثل عند سلمى أمير اتعمل سوق اليوم الواحد في محطة الرمل. اتعمل في عند محمد نجيب، اتعمل في ورديان، اتعمل في الهانوفيل، اتعمل في كل حتة. بقى يوم واحد ايه بيبدأ من 7 الصبح لحد الساعة 4. الأسعار فيه كده حلوة معقولة يعني، بتخفيض كتير جدا عن ايه، عن الأسواق عن التانية. شفنا كمان مع بعض وصورناه مشروع كوبري محمد نجيب، واخد من اول سيدي بشر عند الجامع لحد اول شارع محمد نجيب. كوبري اتجاه واحد، اللي جاي من المنشيه كده على المنظره يطلع الكوبري، اللي جاي من سيدي بشر على المنشيه هيمشي من تحت الكوبري. هم عملوا المطلع والمنزل وشغالين حاليا ايه في الحته اللي في النص ان شاء الله. شفنا مع بعض برضو في الفيديوهات اللي احنا صورناها تطوير منطقة القلعة. أزالوا كل الباعة الجائلين اللي عند ممشى القلعة الجديد، وتوضب واتعمل زي إعادة كده إعادة تطوير للممشى. بقى جميل جدا. وبرضو الشهر الجاي شهر 3 إن شاء الله هيفتحوا الممشى الجديد بتاع القلعة. برضو عملوا مشروع الصوت والضوء حوالي ب200 جنيه. بيبدأ كده بعد المغرب أو الدنيا ما تضلم يعني جوه القلعة إن شاء الله. برضو شفنا مع بعض مينا أبو قير الجديد، وهدم أو ردم ماء البحر اللي كان الأول أبو قير. لما تروح أبو قير دوت كنت تنزل على طول من العمارات لا في جوه المية. حاليا ردموا البحر قدام العمارات حوالي كده 43 متر، واتعمل ممشى جديد. هو مش ممشى، هو حاجز امواج طوله 500 متر جوه البحر. شكله جميل جدا. صورناه برضو في هنا عندنا على القناه، عايزين تبصوا عليه برضو. برضو انشاء الجزيره الصناعيه في ابو قير. جزيره طويله جدا، حاجز امواج، بيقولوا هتبقى حاجه عالميه يعني. برضو عندنا كمان مشروع مينا اسكندريه الكبير ومينا الماكس. هياخد من نهايه ميناء اسكندريه لحد بدايه ميناء الدخيله، بحيث هيربط الاتنين مع بعض ان شاء الله. بس لسه حاليا بيتعمل حواجز امواج جوه البحر بحيث يعملوا المينا والارصفه وكل مستلزمات بقى اللوجستيه اللي تعمل فيها المينا ان شاء الله يعني. شفنا ازالات كتيره جدا في اسكندريه، في المنشيه ومحطه شارع سعد زغلول وصفيه زغلول وشارع المعهد الديني، وازالات المحطات، ازالات الاسواق اللي في المنظره والعصافره والمحلات. كله اتشال في طريق مسار مترو اسكندريه الجديد ان شاء الله. مشاكل جدا في اسكندريه يا جماعه. برضو لو نسيت حاجه حد كده يفكرني بيها في التعليقات ان شاء الله. نحاول نعمل فيديو تاني عليها جديد. عندنا ايه تاني؟ واخدنا في برضو عند كوبري ستانلي بيتعمل كده زي فنادق جديده. فندق كوت دازور بيتوضب، اللي هو فندق السرايا. هيتعاد تاني الايام بقى زمان اللي كان فيه فيلم عبد الحليم حافظ ويفك الشجره. بيتعمل شواطئ جديده بتوسعه الشواطئ. في عند العصافره برضو بيتعمل اكوا بارك. شفنا برضو انطونيادس بعد التطوير بقت جميله جدا الصراحه، بقت روعه، اتطورت كده بقت شكلها جميله جدا. برضو في حته كده عند السلسله اتقفل حركه السلسله بأسوار حديد بعد تطويرها.
برضو تطوير حديقة سعد زغلول، برضو مقفولة بسور حديد. برضو تطوير حديقة سيدي بشر مقفولة بسور حديد، بس في ناس بتخش عادي يعني. عندنا برضو تطوير حديقة جامع المنظرة، برضو الحديقة الصغيرة اللي قدام سينما ريكس. في برضو الحديقة اللي عند اللي هو عند وادي القمر. شالوا الحتة اللي قدام محطة الرمل، كان في كده زي نصب تذكاري اللي بيصور كوبري ستانلي، ده اتشال واتعمل حاجة جديدة كده، يعني منظر جديد للمنطقة اللي هناك دي. برضو عندنا مشروع تصريف مياه المطر أو الخطة المتكاملة لتصريف مياه الأمطار. حاليا شغالين في سبورتنج، بياخدوا المطر من عند سودان سبورتنج، الحتة دي بتغرق فيها المية، هيوصلوه لحد البحر من الإبراهيمية. حاليا عند سبورتنج راكب الترام، عشان كده الدنيا متبهدلة هناك. ده اسمه مشروع تصريف مياه الأمطار أو الخطة المتكاملة لتصريف مياه الأمطار. اسكندريه يعني الصراحه اتطورت جدا. اللي جه كده من سنه او من سنتين مش هيعرف ايه اللي حصل في اسكندريه. كل الكلام ده يا جماعه برضو موجود عندي في القناه، اللي عايز بقى يخش بالتفاصيل ويعرف تفاصيل اللي بيحصل يخش في القناه ويكتب الحاجه اللي عايزها. مترو اسكندريه، ترام اسكندريه، ابو قير، نبي دانيال، انطونيادس، هدم الاسوار، تطوير الاسوار، قلعة قطيباي، شارع النبي دانيال. اي حاجه عايز تفاصيلها هيخش عندي في القناه، يكتب بس في البحث اسم الحاجه اللي عايز يشوفها، سؤال اليوم الواحد هيلاقي تفاصيل كامله عن الموضوع. شكرا يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين. نتقابل ان شاء الله بقى في السنه الجايه 2025، هتكون سنه جميله ان شاء الله يا رب. ندعي كده سنة جميلة علينا كلنا يا جماعة. شكرا يا جماعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتقابل في فيديو جديد في يوم جديد في مكان جديد. السلام عليكم.